بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش حوالكم البنات؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا لاباس ان شاء الله. انا الحمد لله على كل حال. اليوم البنات جيتكم بتحلية رائعة جدا جدا. هي تحلية بسيطة سريعة بنصف كأس حليب وبيضة واحدة. ليسونسيال البنات نروح نكمل معكم نبدا معكم المقادير وكيفاه نحضروا الساعة، ومن بعد نعاود نرجع نكمل معكم الهضره. هكذا البنات عندنا هنا كاس تاع الماء مع نصف كاس تاع السكر كما راكم تشوفوا البنات. كاس تاع الماء مع نصف كاس تاع السكر، ونحطه فوق النار يغلى مليح، ونعاود نطفي عليه بعد 5 دقائق ما يغلى. ليسونسيال البنات نجيو درك هنا نحضروا الطبقه الاولى، وهي تيجي على شكل جينواز. البنات عندنا هنا نصف كاس تاع السكر مع حبه بيض، حبه واحده تاع البيض، ونخلطو مليح مليح بهذا الفوي حتى ينسجموا المكونات مع بعضهم كما راكم تشوفوا البنات. ونزيدو نجيبو هنا البنات نصف كاس تاع الزيت كما راكم تشوفوا البنات. نزيدو نجيبو نصف كاس تاع الزيت ونزيدوه تدريجيا تدريجيا حتى ينسجموا مع بعضهم المكونات كامل، ويدخل الزيت مليح مع السكر وهذيك البيضه. هكذا البنات. كما حبيت نقول لكم البنات باللي هذه الوصفه تقدري تحضريها هكا كما انا غير بالفوي، ماشي شرط تحضريها بالباطور. ثاني حبيت يعني نعت الناس اللي ما عندهمش ولا الناس اللي فسد لهم الباطور باللي تقدروا تخدموها هكذا بالفوي بعمل يدوي. ماشي شرط الباطور، اللي عندهم يحبوا يسهلوا عليهم المهمه ما كاين حتى مشكل يخدموا. وعندنا هنا نصف كاس تاع الحليب. الكاس هذا نصف كاس تاع الحليب هذا البنات ما يكون غالي بزاف، ما يكون بارد، يكون دافي. ليسونسيال البنات ونزيدوه تدريجيا هو تاني حتى نكملوه كامل كما راكم تشوفوا البنات. ودرك فيه كي نزيدوا الحليب شويه دافي يزيدوا بالسكر مليح مليح وتدخل المكونات كامل في بعضها. هكذا البنات. درك البنات هنا داك البنات هنا نزيد كاس تاع الفرينه. البنات انا حطيت كاس تاع الفرينه ومغرف كاينه البنات. انا ما نقدرش نقول لكم كما قلت لكم البنات، انا ما نقدرش نقول لكم اسكو كاس ولا كاس ونص ولا زوج كيسان، كل وحده والفرينه تاعها. كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. ليسونسيال البنات كل وحده على بالها كيفاه. انا جاتني كل وحده تحط بشويه بشويه حتى تجيها الخليط مليح. حطيت انا كاس ومغرف كما راكم تشوفوا، وزيت 10 غرام تاع خميره الحلويات لا ليفيغ شيميك. البنات ونقعد نخلط مليح وندخل المكونات كامل في بعضهم حتى ينسجموا، يرجع الخليط يدير خيوط هكذا. كي ديري كي تحركي هكذا يدير خيوط، خيوط يعني خطوط البنات. هذه هي البنات، هذا هو القوام تاع الجينواز هذه. ماشي شرط كابوس كي تقليها بزاف ما يجيش مليحه، وكي تخفيها بزاف ما تجيش مليحه. ليسونسيال البنات، ليسونسيال البنات كما راكم تشوفوا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كما مرة نقول لكم البنات الاشتراك واللايك، اللايك لا فيديو والاشتراك في القناه والبارطاج مع احبابكم واصحابكم كي تعمل فائده. وهنا البنات نجيبوا السنيوه هذه اللي عندها 30 على 25 وندهنوها بشويه تاع الزيت ونرشوها بلافارين والساع، ونحطوا هذا الخليط كما راكم تشوفوا. ومن بعد نحط هذا الخليط ونسويه على ودرك البنات هنا كما راكم تشوفوا بعد ما حطيته وسويته في السنيوه، يعني درته قد وخبطت شويه السنيوه بما هي يجي مستوى واحد. ندخلو للفرن ونخليه يطيب من تحت كي حماروا الحواف تاع جهه السنيوه. نعاود نطفي عليه ونشعل من فوق. وعزتوا عليه البنات يزيد يتحرق لكم كما قلت لكم. وهنايا البنات نجيو نحضروا الطبقه الثانيه اللي فيها 3 كيسان تاع الحليب وملعقه كبيره تاع نشا ولا المايزينا
كل وحده كيفاه تقول لها. اللي تحب تحط ملعقه ونصف ولا ملعقتين تاع نشا تجيها عاقده دبر راسها. انا ما حبيتهاش تجيني عاقده بزاف بويسك من بعد كي تبرد في الثلاجه تحكم روحها. وزيدت هنا البنات فلو فانيلا. كل وحده دير الذوق اللي تحب، هي 54 غرام ولا 50 غرام ليسونسيال في هادو الغرامات. ونخلطهم مليح البنات كما راكم تشوفوا، ونحطهم فوق النار حتى يرجعوا يغلاو البنات. انا ما نخليهمش يشدوا روحهم مليح، يعني ما نخليهاش تعقد بزاف. بعد ما تغلى نعاود نزيد نقعد نحرك باه ما تترسبش في القاع تاع في اسفل هذيك الوحده. ومن بعد البنات نخرجها لهيك تبرد لي شويه، ونجيو هنا بعد ما حضرت لي طابت لي الجينواز هذه والشاربات كانت ديجا وجدت وبردت. نحطها فوق هذه الجينواز، فوق هذه الطبقه الاولى. والطبقه الاولى تكون كما خرجت من الفرن، وهذه الشاربات تكون ديجا بردت خلصت يعني بارده. نحطوها فوق هذا ونديروها كامل، نشربوها كامل على هذا الطبقه تاع. ودرك البنات هنا كما راكم تشوفوا بعد ما حطيت هذيك الشاربات اللي كنت وجدتها من قبل نرجع لهيك تحكم تشربها كامل ونخليها تبرد شويه ساعه ومن بعد نكمل. هذه الطريقه تاعي. نجيب كما راكم تشوفوا هذاك الطبقه الثانيه خليتها هي ثاني تبرد شويه تدفى شويه، ولكن البنات هي تدفى وانتم تقعدوا تخلطوا فيها تخلطوا باه ما تجمد لكمش وما دير لكمش القشره هذيك من فوق الطبقه هذيك اللي من فوق. نجيبوها درك البنات هنا ونحطوها فوق هذه الطبقه الاولى، نزيدو نحطو الطبقه الثانيه هذه اللي حضرناها بالفلو والحليب هي البنات هكذا كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا البنات درك البنات هنا نخليها تدفى لي شويه، يعني تبرد لي شويه تحكم روحها شويه برا، ونعاود ندخلها للثلاجه باه تشد روحها مليح البنات. انا خليتها تقريبا نصف ساعه الى ساعه باه تشد روحها مليح. الساعه ومن بعد البنات رحت نحضر الطبقه الثالثه هذه البنات كما راكم تشوفوا فيها كاس تاع الماء مع ملعقه كبيره تاع السكر مع 50 غرام ولا 54 غرام ليسونسيال كما قلت لكم في هذو النواحي تاع الغرامات تاع فلو فانيلا. بديت بالفانيلا نكمل فانيلا هكذا البنات. بعد ما وجدت البنات نخليوها حتى تسخن تغلى مليح ساعه ونعاودو نجبدوها ونقعدو نخلطوا فيها باه ما ديرش هذيك القشره من فوق كما مولفه نقول لكم البنات. نخليوها تبرد شويه البنات والساعه ومن بعد نحطوها نجبدو هذيك من الثلاجه ونحطوها نحطو الطبقه هذه الثالثه فوقها من فوق البنات باه ما تقشرناش وما طلعناش هذيك الطبقه اللي من تحت تاع الفلو بويسك الفلو خفيف. نحطو هكذا كما راكم تشوفوا ملعقه مش تاع الخشب تاع، ونحطوها هكذا وندوروها كامل على السنيوه كما راكم تشوفوا البنات، ونديرها مستوى واحد هذه الطبقه. واللي البنات تحب الطبقات يجيو كبار بزاف مثلا السفليه اللي فوق الجينواز دير مثلا 4 تاع الفلو، وهذه اللي فوق هذه الطبقه الثالثه دير 2 تاع الفلو هكذا. انا حبيتهم يجيو هكا وجات توب ما عندي ما نقول لكم البنات. وكما قلت لكم واللي تحب تدير فلو فانيل عفوا تاع الفراوله ولا تاع اللي تحب دير فلو تاع الفراوله ولا تاع الموز ولا تاع شوكولا ولا تاع الكراميل ليسونسيال كاينين انواع بزاف. وتاني ننصحكم البنات بعد ما تدخلوها ديروا الطبقه تاع تدخلوها خلوها تبات ليله كامله مش كما انا درتها في النهار. ما جاو الزوج تاعي وابني من العمل وابني من القرايه تاعو
من المدرسه. قالوا لي ناكلوا خلاص. حكمت قصيتها لهم البنات كما راكم تشوفوا هي طريه خلاص. نتمنى البنات يعني تخليوها ليله كامله باه تحكم روحها مليح وهي تجي بنينه. حنا كي قعدتنا الغدوه جات تهبل البنات. المهم البنات نتمنى تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه كي تعم الفائده، ونتمنى يعجبكم لا فيديو تاع اليوم، ونتمنى تجربوا الوصفه تاع اليوم، وعلى بالي باللي رايحين تجربوها، وعلى بالي باللي رايحه تعجبكم الوصفه وبصحتكم.